ازيكم يا جيمرز؟ احنا دايما بنجري ورا كروت شاشه، بروسيسورات، كيبوردات جيمنج غاليه جدا، بس في الحقيقه في ملحقات كده واكسسوارات كده صغيره كده محدش بيديها قيمه، مع انها ممكن تفرق معاك جامد وتخلي تجربه الالعاب امتع 100 مره بكتير كتير بكتير. النهارده جايب لكم فيديو مختلف، افضل اكسسوارات للالعاب والكمبيوتر مش واخده حقها، افكار بسيطه ورخيصه بس لما تجربها هتشوف فرق كبير جدا ازاي ما كنتش بتستخدمها من زمان. يلا بينا نبدا. طيب نروح لاول حاجه معانا يا جماعه، وكتير بيشوف ان الماوس بانج انها مجرد رفاهيه ملهاش لازمه، لكن الحقيقه لا، هو ببساطه اداه صغيره بتثبت على المكتب وبتخلي سلك الماوس مشدود طول الوقت. الفكره هنا ان سلك مش يتلخبط مع الكيبورد او يتعوج وتلاقي نفسك خسران جيم بسبب حاجه تافهه، خصوصا لو في العاب زي سيس جو، فالورنت او اي لعبه تصويب. هتحس ان حركه الماوس بقت ناعمه وسلسه اكتر. الماوس بانجي رخيص ومش بيكلف كتير، بس هيفرق معاك جدا في الاستمراريه والدقه. ونروح لتاني حاجه انا بعتبرها جدا جدا مهمه جدا قوي يا جماعه، في السماعات كمان بالذات. السماعه بتاعتك ممكن تكون ممتازه، لكن بعد فتره الوسادات بتتبهدل وبتتقشر وبتبقى غير مريحه. ايوه بتبقى غير مريحه جدا كمان. ناس اول حاجه بيعملوها يشتروا سماعه جديده، لكن في وسادات بديله بجوده افضل، ممكن تبقى ميموري فوم او جلد ناعم مريح جدا كمان، هتدي لك عزل صوت افضل وراحه اكتر للودان لو بتلعب ساعات وفترات طويله جدا. كمان هتديك عزل صوت افضل بكتير بكتير بكتير. واسمع ده مني والله، تخيل انك تدفع مبلغ صغير بدل ما تغير سماعه كامله وفعليا ترفع جوده الصوت والراحه. نصيحه، لو سماعتك غاليه اعمل سيرش كده بسيط على ايربودز بديله قبل ما تفكر ترميها. بعدين ترميها ازاي اصلا؟ ده حاجه دلوقتي بقت غاليه يعني، سؤال الفل يعني. طيب نروح بقى لتالت حاجه، وانا بعتبرها نوعا ما هي مش اكسسوري قوي يعني، بالنسبه للرامات. الرامات يا جماعه مش لازم عشان انا جبت كده واحده رامات مثلا ار جي بي والتانيه مش ار جي بي يبقى كده الجهاز عندي هيخيش او يبوظ او في حاجه هتضرب فيه او اي حاجه من الكلام ده. الكلام ده هبل. مبدئيا كل اللي عليك ان انت تتاكد ان الرقم او التردد قريب او واحد. اوكي، يعني دي 3200، دي 3200، دي 6000، فدي 6000، حاجات اللي زي كده علشان ما يحصلكش حاجه مثلا وانت بتفعل ملف الاكس ام بي في البايوس وانت بتكسر سرعه الرامات. نصيحه مني، خد رامات عادي واحده ار جي بي، عشان لو ميزانيتك مثلا او ايا يكن، خد واحده مثلا ار جي بي واحده غير ار جي بي عادي، الاثنين هيشتغلوا تمام وزي الفل. بس طبعا يكونوا يا اما دي دي ار 4 الاثنين، يا اما دي دي ار 5 الاثنين. ما تجيبليش مثلا واحده كده وواحده كده، عمرهم اصلا مش هيركبوا مبدئيا يعني. طيب تخيل كده معايا بقى ان تالت حاجه دي مهمه لناس معينه مش لكل الناس، بس للناس اللي بتستخدم مايك خارجي. فالمايك ارم لو بتسجل محتوى او بتعمل لايف ستريم، وجود دراع للمايك هيغير حياتك. بدل ما المايك يبقى واقف على المكتب ومش لاقي مكان ليه، الدراع بيخلي المايك اقرب من بقك في اي وقت، بتقدر تحركه بسهوله وتخلي بره الكادر وقت اللعب وتجيبه عندك وقت كلام. كمان بيخلي المكتب شكله كده شيك واحترافي، واحيانا بيزود جوده الصوت لان المايك بيبقى ثابت بعيد عن الاهتزازات. الحلو كمان في الموضوع ان الدراع رخيص جدا ومناسب لاي ميزانيه. عندك ميزانيات من تحت ال 500 وانت طالع، وده طبعا بيرجع لاكيد طبعا ميزانيتك. طيب نروح لحاجه كمان اللي هي الورست راست، اللي هو مسند الايد. الناس اللي بتقعد بالساعات قدام الكمبيوتر عارفين وجع المعصم بتاع الايد بيبقى عامل ازاي. المسند ده بيتحط قدام الكيبورد او الماوس وبيخلي ايدك مرتاحه اكتر مع الفترات الطويله. ممكن يكون مصنوع من الميموري فوم او الجلد او اي حاجه من الحاجات اللي هي بتريح الايد بشكل عام. والمهم ان هو بيقلل الضغط على معصم الايد، ده بيخليك تستمر وقت اطول من غير ما تحس انك مكسر او جسمك تعبك. ومميز انه رخيص جدا وسهل تلاقيه، ومش ناس كتير بتفكر انها تشتريه، بس صدقني حاجه زي كده هتفرق معاك جدا، وخصوصا لو انت بتقعد فترات طويله جدا بتقعد تلعب مع صحابك او حتى بتشتغل. حاجه زي كده هتفيدك، ما بيقلش اهميه جدا كمان عن الكرسي. طيب ودلوقتي انا بالنسبه لي نروح دلوقتي الحته يعني مهمه حبتين 3 4 5 6 يعني، اللي هو الار جي بي لايت ستريب. عارف انك هتقول دي شكلها بس كماليات، بس اسمعني، اضاءه الار جي بي بتغير مود الالعاب تماما. لما تحط شريط اضاءه ورا الشاشه او المكتب هتلاقي الجو كله مختلف، وده بيأثر على تركيزك. في دراسات بتقول الالوان بتأثر على مودك. الازرق والارجواني مثلا بيهدي الاعصاب، وكمان الاسعار بقت رخيصه جدا. شويه فكه كده ممكن تخلي مكتبك شكله احترافي وجذاب. واسمعني، لو انت شكلك تحب الجيمز والاضاءه الار جي بي هتعجبك، ولو انت حتى ما بتحبش وتحب تتفرج على الافلام او بتشتغل حاجه
سيمبل بسيطه بشكل شيك هتخلي لك الاجواء حلوه. نصيحه جربها، عجبتك ما عجبتكش اكتب لي في الكومنتات انها ما عجبتنيش وانا اقول لك اهو انها هتعجبك. تخيل بقى ان انا اجيب لك بقى اخر حاجه كمان بقى كده ميزه كده سحريه. والله الماوس سكيتس او اقدام الماوس. ماوس ليه رجل، اللزق اللي بيبقى موجود تحت الماوس ده بيخلي الماوس كده بص يعني مش بيتزحلق، ده بيتشقلب وهو على الباده. بعد فتره الاستخدام هتلاقي ان اللزقه دي او اللزق اللي هو بيبقى تحت في الماوس ده بتتبهدل وبتخلي الحركه بطيئه ومش سلسه. لما تبدلها بسكتس جديده مصنوعه من مواد زي البي تي اف اي الماوس حرفيا هيبقى بيطير على الباده. الفرق هتحسه خصوصا في الالعاب التصويب السريع او اي لعبه محتاجه ريفلكس عالي جدا. والاجمد انك ممكن تجيبها باقل من سعر وجبه. يعني حاجه زي كده لو مضايقاك مثلا او الماوس مثلا بدل ما تغيره عشان حسيت ان هو ما بقاش مريح، هو بالعكس هو نفسه مريح جدا نفس ما انت اول تجربه انت جبته. بس هو الفكره كلها ان لما الباد دي لما تتبهدل من تحت بتبقى رخمه جدا، بتخلي الماوس يتحرك تحس ان انت بتحرك تريلا. فلا انت شيلهم وروح هات سكيتس تانية قالوا جديد والزقها وهتلاقي الماوس بقى خلاص معاك زي الفل. فانت مش محتاج ان انت تحرق كتير قوي وتركن الماوس وتجيب ماوس وشويتين دول. على العموم دي كان جولتنا مع افضل اكسسوارات كده لذيذه جدا ممكن تجيبها، وكل حاجه من دول رخيصه نسبيا بس تاثيرها كبير على تجربتك في الالعاب. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اكتر اكسسوري ناوي تجربها، ولو عندك اكسسوري شايف ان هو مظلوم ومش واخد حقه اكتب لي في الكومنتات عشان نعمل جزء تاني ونفيد الكوميونتي بشكل اكبر بكتير. شكرا ليكم، شكرا يا زاويه، اشوفكم في فيديو جاي.